طيب لو واحدة حبت واحد وهي متزوجة وتخيلت معاه العلاقة الجنسية، هل ده في الشرع؟ لا، التخيل طالما لم يترجم إلى فعل ما فيهوش مشكلة. وممكن يكون التخيل ده نتيجة إن هي حرمان، يجوز نتيجة يجوز ان هي حرمان، تتخيل واحد تاني بدل جوزها؟ طالما لم يترجم. خد آه. كلامي زي ما بقوله، معاكي. طالما لم يترجم إلى فعل، مجرد أفكار، مجرد وساوس، يبقى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني افهم من كده حضرتك دلوقتي ان الواحد ممكن يتخيل مش ويتفرج مش ربنا بيقول لك في سورة البقرة اه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أو أخطأنا. أخطأنا. طبعا. إذا الخطأ البشري اه وارد، المهم تحجيم امم هذا الخطأ، طيب المهم مقاومة هذا الخطأ.